شلون عرفنا ضغط الدم؟ شنو قصته وشنو بدايته؟ القصة بلشت عام 1733. اكو طبيب انجليزي اسمه ستيفن هالز راد يعرف جد قوة القلب على مود يدفع الدم، بس المشكلة كان ماكو جهاز، فاجته فكرة جاب حصان وخلى انبوب زجاجي بشريان الحصان وشاف الدم يصعد بالانبوب. هاي التجربة كانت اول تجربة نعرف بيها ضغط الدم بس مع البشر. ورا سنين عام 1881 اجى طبيب نمساوي اسمه صامويل فان باتش، قال ليش ما نضغط على الشريان من برا، نجيب بالون مطاطي ونخليه على الذراع ونقيس. كانت اول تجربة بلا وجع بلا جراحة ولا ألم، واللي اول مرة بالتاريخ عرفنا نقيس ضغط الدم على البشر. كانت هاي بداية خير، بس كان جهاز كلش بداية لحد ما اجى طبيب ايطالي اسمه ريفا روتشي، قال ليش ما نلف هذا الحزام المطاطي حول الذراع وننفخه بالهواء، اللي هو نفس اختراع الحزام المطاطي الكف اللي يلف بها الذراع وجهاز الضغط اللي يضغط الهواء ويشوف الزئبق والمقياس يرتفع. هاي الفكرة كانت بداية كل شيء نعرفه اليوم، بس ظلت عقدة صغيرة. شلون نعرف الواطي من العالي؟ عام 1905 اجى طبيب روسي اسمه كروكتيف، من كان يفرغ الهواء من الحزام المطاطي سمع صوت نبضة خافته. هاي كانت الضغط العالي، الضغط الانقباضي، وبقى يسمع الصوت لحد ما اختفى. هاي اللحظة اسمها الضغط الانبساطي الواطي. ومن بعد سنوات وتطورات صرنا نقيس الضغط بكل سهولة. سؤال، آخر مرة شو وقت قست ضغطك وش قد كان؟ لايك واحفظ الفيديو وشاركه.